خطير. هذا الماتش هو فصل الحقيقة. كأس العرب قطر 2025 ما كتعرفش الرحمة. صراع العمالقة. هنا غادي يكون التحدي الكبير بين الجنرال مجيد بوغرا دوزي اللي عنده الخبرة باش يحصد البطولات ضد الإصراء القوي ديال صقور الجديان. القوة الكاسحة ضد الإرادة الجزائرية. الجزائر غادي تدخل بقوتها الهجومية الكاسحة بالضغط العالي والتسديدات القوية، لكن السودان مستعدين بإرادة قاتلية ولياقة بدنية ما كتعياش حتى الآخر ثانية. شكون اللي غادي يخرج من هذه المتاهة ديال الصراع، وشكون اللي غادي يضمن بلاصتو في الأدوار الإقصائية؟ على دكة الاحتياط الجنرال مجيد بوغرا دوزي اللي يعرف كيفاش يحصد البطولات الكبرى. واش غادي يقدر يكسر الحواجز اللي غادي يبنيها السودان؟ القوة الكاسحة ضد الروح القاتلية. قوة الجزائر هي الضغط العالي والفهالية القاتلة أمام المرمى، لكن صقور الجديان SD مستعدين باش يواجهوا هذه القوة بلياقة بدنية خارقة وإصرار ما كينتهيش. هذه هي المباراة اللي غادية تخلي القلوب توقف. باش ما يفوتكش هذا الصراع الناري، هذا هو الموعد الرسمي النهائي اللي ما فيهش الغلط. اليوم والتاريخ غدا الأربعاء 3 من دجنبر 2025. الموعد بالضبط توقيت الجزائر والمغرب. غادي تبدا الماتش مع 1 ظهرا تماما. مواقيت العواصم: المغرب والجزائر 1 ظهرا تماما. مصر والسودان 1 ظهرا تماما. السعودية وقطر 1 ظهرا تماما. ما تنساش لايك وسبسكرايب وكتب لنا في التعليقات شحال غادي تسالي المباراة. يلا ورينا التوقعات ديالك. هي الأولى النايل سات، التردد 12322. معدل الاستقطاب عمودي في. معدل الترميز 30000. معامل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة دبي الرياضية الثانية النايل سات، التردد 12418. معدل استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة دبي الرياضية الثالثة النايل سات، التردد 12019. معدل استقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات، التردد 11111. الاستقطاب أفقي. الجودة HD. معدل الترميز 30000. تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات، التردد 11919. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات، التردد 12245. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 4/3. بي إن سبورت المفتوحة نايل سات أوبن إكسترا 1 و2، التردد 11054. 11055. أفقي أش 27500. بي إن سبورت المفتوحة عرب سات بدر، التردد 1850. أفقي أش 27500. شوفوا معايا هنا، كأس العرب 2021 اللي دازت في قطر كانت شي حاجة تاريخية، ماشي غير ماتشات وصافي. الأرقام كتهدر. شحال من واحد شاف البطولة؟ 272 مليون مشاهد من العالم كامل. هذا راه رقم قياسي يا صاحبي. والحماسة فين كانت؟ أعلى نسبة ديال المشاهدات تسجلت في الماتشات اللي كان فيهم الصداع، بحال ماتش الجزائر جيم ومصر في دور المجموعات. والأهم عندنا حنا، دير لايك وشوف هادي ماتش أسود الأطلس ديالنا مقا ضد الجزائر في ربع النهائي. هذا الماتش فركع نسبة المشاهدات. وإلا بغينا نهضروا على التاريخ ديال هذا الكاس، شكون هو الزعيم؟ العراق إيقا هما اللي هازين الكاس بزاف، 4 ديال الألقاب، ومن بعدهم كتجي السعودية ب2 ديال الكؤوس. أما حنايا المغرب مقا راه عندنا كاس وحدة كانت في 2012، والجزائر 2021، ومصر وتونس حتى هما بواحد اللقب. ياك يعني خاصنا نزيدوا ألقاب أخرى. يا ربي هاد العام الكاس تكون مغربية.
ودابا صافي العيد الكروي وصل، المواعيد ضابطينها، القنوات فابور عرفناها، التاريخ والارقام فراسنا. اذا ما بقى لينا حتى عذر باش ما نتفرجوش في الماتشات الحاميه. الحماس غيفرقع والمنافسه غتكون نار. يا الله اصحاب الكره، دابا الدور ديالكم، وريني الحماس ديالك. ما تنساش تعليق حماسي شكون اللي غيهز الكاس هذا العام، وباش ما يفوتك حتى تحليل حتى هدف وحتى لقطه حاسمه. اشترك دابا وفعل الجرس، المونديال الصغير جاي وحنا مواجدين ليه. نتلاقاو في الملعب. تحياتي. ما تنساوش اشتراك وتفعيل الجرس باش ما تفوتك حتى حلقه حول جديد كأس العرب. شكرا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.